بسم الله الرحمن الرحيم. على كل اخواتي وحبايبي، في بدايه الفيديو اعمل اشتراك للقناه واعمل اللايك وفعل الجرس وصلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا، وتعالوا مع بعض. معانا اخبار كتيره جدا النهارده، منها اللي هو اهدار المال العام وصفقه الاهلي الجديده، واخبار كتيره جدا تخص النادي الاهلي واخبار تخص نادي الزمالك، والناس اللي بتطلع تقول لك النادي الاهلي نادي الدوله واهدار مال عام، والصفقه النادي الاهلي الظهير الايسر واللعيبه اللي هتمشي من النادي الاهلي. بس زي ما قلنا اعمل اشتراك للقناه واعمل اللايك وفعل الجرس عشان اي فيديو ننزله على القناه يوصل لك اشعار بيه. تعالوا في البدايه نشوف صفقه النادي الاهلي الجديده يوسف بن عمرو. بالنسبه ليوسف بن عمرو، النادي الاهلي اتحرك في صفقه اللاعب يوسف بن عمرو، ده ظهير ايسر الرجاء المغربي، وبس اللاعب كان ليه 6 شهور مع الرجاء وبعد كده هيبقى لاعب حر. فنادي الرجاء حاول مع اللاعب ان هو يجدد له عشان خاطر ان هو يتباع بمبلغ اكبر من اللي هيتباع بيه دلوقتي، لان اللاعب لو ما جددش كان هيمشي مجانا وكان هيروح اي نادي مجانا، ونادي الرجاء مش هيستفاد منه. النادي الاهلي فكر في ايه؟ فكر ان هو يشتري اللاعب او يشتري ال6 شهور بتوع اللاعب عشان خاطر ما يدفعش مبلغ كبير في اللاعب لو حب ان هو يشتريه من الرجاء ويجدد مع الرجاء بعد كده. وده حاجه كويسه جدا عملها النادي الاهلي، لان طبعا النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي يعرض على الرجاء المغربي 600,000 دولار لشراء 6 شهور من عقد بالعمل. النادي الاهلي راح للرجاء وقدم وقال له 600,000 دولار هيشتري ال6 شهور عقد اللاعب، ويجي اللاعب النادي الاهلي افضل من يجدد مع الرجاء. بعد كده النادي الاهلي يفكر ان هو يشتري اللاعب ويشتريه بمبلغ اكبر من كده بكتير. ودي صفقه النادي الاهلي الجديده اللي هيجيبها اولى صفقات النادي الاهلي في يناير. ظهير ايسر لاعب كويس جدا، يعتبر قريب جدا من علي معلول، مش علي معلول الثاني او مش علي معلول بمعنى اصح، بس قريب جدا من علي معلول ومستوى علي معلول، وحاجه كويسه جدا عملها النادي الاهلي. برضه صحيفه مغربيه او موقع مغربي قال ايه؟ رتوش بسيطه تفصل الاهلي عن ضم يوسف بن عمرو ظهير الايسر والرجاء المغربي. طبعا من ضمن برضه الحاجه اللي عملها النادي الاهلي هيبقى في صفقه تبادليه مع 600,000 دولار اللي هيدفعوا النادي الاهلي اللي هو اشرف داري. اتكلمنا قبل كده قلنا اشرف داري هيمشي من النادي الاهلي هو وجراديشار بنسبه كبيره في شهر يناير اللي جاي، لان ريبيرو او بمعنى صح ياسر روب مدرب النادي الاهلي اتكلم في الموضوع ده وقال انا بالنسبه لاشرف داري وجراديشار انا عايز لعيبه ثانيه، لان اللعيبه دول مش في حسابات ياسر روب اصلا. فدي حاجه كويسه عملها النادي الاهلي. نيجي بقى للناس اللي بتقول لك اهدار مال عام، النادي الاهلي بيهدر اهدار مال عام، وان مشاكل الصحه النادي الاهلي، مشاكل التعليم النادي الاهلي. كل ما تتكلم مع حد يقول لك النادي الاهلي. امبارح صدر قرار من ايه؟ صدر قرار النيابه العامه اصدرت قرار امبارح اللي هو تحقيق في نادي الزمالك. ايه سبب المشكله؟ سبب مشكله ارض اكتوبر. طبعا زي ما انتم شايفين القرار باين قدامكم، طبعا القرار كتير جدا بس انا هقول لك التفاصيل جدا اللي ظهرت في القرار ده عشان خاطر تعرف مين اللي بيهدر المال العام، وتعرف ان نادي الزمالك هو سبب المشكله، وان نادي الزمالك خد فلوس وباع جزء من ارض اكتوبر على الرغم ان هي اتباعت مش منشاه رياضيه. قرار 24 نزل قال ايه؟ الزمالك باع اجزاء من مباني قبل انشاء الى جهات رسميه. بمعنى صح انت بعت حاجات اصلا قبل انت ما تبنيها او قبل انت ما تستلمها او قبل ما تعمل منشاه عليها، بعت المباني دي. نشاط تلك الجهات بعيدا عن النشاط النادي الرياضي، يعني باع منشآت في النادي او في منشآت هو كان هيعملها. المنشآت دي كانت بعيدا عن مجال الرياضه اصلا، على الرغم من ارض اكتوبر نادي الزمالك واخدها عشان يبني عليها منشاه رياضيه او يبني عليها استاد يخص نادي الزمالك. تحصل الزمالك على 780 مليون جنيه. فحص ما آلت إليه تلك الأموال هناك شبه إهدار للمال العام، يعني بمعنى صح في تحقيقات من
من النيابه العامه بسبب اللي عمله نادي الزمالك. ونادي الزمالك طلع بتصريحات، او في ناس طلعت بتصريحات وقالت ان اللي خد الحاجات دي واللي خد الفلوس دي مين؟ حسين نبيل وهشام نصر وناس من الاداره، وخلعت نفسها اصلا من الموضوع ده. يعني انت بتتكلم في 780 مليون جنيه دخلوا نادي الزمالك، راحوا فين؟ محدش يعرف عنها اي حاجه. اتصرفوا فين؟ محدش يعرف عنها. وباعوا منشآت لجهات رسميه، والمنشآت دي ما تخصش الرياضه، على الرغم ان الارض معاهم من 2003 لحد النهارده عشان خاطر يبنوا عليها منشآت رياضيه او استاد يخص نادي الزمالك فقط. ما ينفعش يبني عليها اي حاجه ثانيه غير منشآت رياضيه. يعني انت بتدور، وفي مشاكل كتيره جدا، لان طبعا ابراهيم فايق امبارح طلع بسبب موضوع ارض الزمالك ده، وقال ان في لجنه تفتيش عن نادي الزمالك، وفي مشاكل كتيره جدا واهدار للمال العام جدا في نادي الزمالك. بس انا مش هينفع اقول الكلام ده كله. طلع بقى مين؟ طلع احمد سليمان عضو لجنه في اداره نادي الزمالك، قال ايه؟ حسين لبيب وهشام نصر هم المسؤولون عن ميزانيه النادي واموال ارض 6 اكتوبر، وانا لم اقوم باخذ اي اموال، اللي هو قد ايه؟ 780 مليون جنيه، ومن اخطا يجب ان يعاقب. بمعنى صح، احمد سليمان خلع نفسه من الموضوع وقال اللي خد الموضوع ده هشام نصر ومين؟ حسين لبيب. نيره الاحمر برضه في يعني في لجنه اعضاء نادي برضه الزمالك قالت ايه برضه في رئيس، يعني عضو مجلس اداره برضه نفس زي احمد سلمان بالظبط. بنحترم التحقيقات النيابه وبنحترم القضاء مصر العادل، لكن الكابتن حسين لبيب وهشام نصر ما كانوش يقصدوا يبيعوا ارض وفلوس وتم تحويلها للفيفا لفكر فيها. يعني هي طالعه بتقول ان هشام نصر وحسين لبيب هم الاثنين المسؤولين على ال 780 مليون اللي اتباعوا دول الفلوس دي، والفلوس دي راحت للفيفا عشان يفكوا كيد نادي الزمالك. طب انت بعت اراضي او بعت اجزاء من ارض اكتوبر بناء على ان انت ما عملتش اي انشاءات عليها، ما عملتش اي تجديدات على ارض اكتوبر، ما عملتش اي منشاه رياضيه، على الرغم ان الارض الدوله اديتها لك او وزاره الاسكان اديتها لك عشان تعمل عليها منشاه رياضيه او استاد يخص نادي الزمالك. الارض دي بتتاخد عشان منشاه رياضيه. احمد سليمان خلع نفسه، نيره الاحمر خلعت نفسها، مش عارفين اللي هيحصل بعد كده في ارض اكتوبر. بس بنسبه كبيره في مشاكل كثيره جدا من ناحيه الارض دي، وفي لجنه تفتيش على، او النيابه العامه بتعمل لجنه تفتيش دلوقتي نادي الزمالك. لو طلع فعلا الكلام ده صح هيبقى في مشكله كبيره، وبنسبه كبيره وزير الشباب والرياضه طلع واتكلم، قال لو في ناس اخطات في نادي الزمالك وفعلا في اهدار للمال العام هيبقى في اقاله للمجلس بالكامل، وهيبقى في لجنه او في اداره مؤقته لحد الانتخابات اللي جايه. نيجي بقى لايه؟ للخبر اللي بعد كده بالنسبه للراحلين للنادي الاهلي. بالنسبه للراحلين للنادي الاهلي، ياسر قعد مع الكابتن محمود الخطيب وقعد مع لجنه التخطيط في النادي الاهلي واتكلم معاهم حوالي ساعتين بالنسبه للراحلين. من ضمن الراحلين مين؟ من ضمن الراحلين هيبقى مصطفى العش، وعندك عمر كمال عبد الواحد وبيكهام، وبنسبه برضه هيبقى معاهم محمد شكري. يعني عندك يستر مدرب الاهلي المصري يستقر على رحيل مصطفى العش، واداره النادي تبحث تصويت خلال الفتره المقبله. مصطفى العش اللي احنا بدنا اصلا من زد وما قدمش اي حاجه وما عملش اي حاجه لحد دلوقتي، ده اول الراحلين على النادي الاهلي. من ضمن مين برضه الراحلين؟ الاهلي اللي وافق على انتقال شكري وبيكهام وعمر كمال لصفوف سيراميكا في يناير. برضه هيمشي عمر كمال عبد الواحد اللي هو اصلا ما قدمش حاجه، واللي هو اصلا مستواه مش ضمن مستوى النادي الاهلي، مش في مستوى النادي الاهلي بصراحه، لاعب مستواه قليل جدا على النادي الاهلي. واحمد رمضان بيكهام اللي جاي اعاره، محمد شكري اللي احنا كنا جايبينه باك شمال عشان هيجيب حاجه، برضه ما جابش حاجه وبيتصاب كتير جدا. واغلبيه الاهداف لما كان بينزل محمد شكري كان بتيجي من ناحيته هو، فده حاجه برضه قدمها النادي الاهلي او اتكلم عنها النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. نيجي بقى لمين؟ لمحمد ابو العيله. محمد ابو العيله نزل يقول لك بيراميدز خد مكان الاهلي، بمعنى كده ان انت بتعترف ان بيراميدز خد مكان الاهلي، ان انت مش موجود في الحسبه، ما تطلعش تتكلم وتقول ان نادي الزمالك اكبر طلعه رياضيه ونادي الزمالك رقم واحد افضل جمهور والكلام ده. انت كده بره حسبه المليين.
ان بيراميدز خد مكان الاهلي، يبقى انت كده بره، يعني بيراميدز انت مش موجود في الحزب اصلا. انا ابو العلا بالتاكيد بيراميدز ده هو اكبر قاره وخد مكان الاهلي في مختلف البطولات والمنافسات سواء محليه او دوليه. يعني انت بمعنى كده ان انت بتعترف ان انت ولا بتشارك فيه، يعني انت ما بتشاركش في البطولات المحليه والدوليه، مش منافس فيها ولا منافس في الدوري ولا منافس في بطوله افريقيا. يعني انت بتتكلم عشان الاهلي خسر بطوله واحده اللي هي بطوله افريقيا وبيراميدز خدها، فانت مش موجود. فانت بتقول ان بيراميدز هو خد مكان النادي الاهلي بالنسبه للزمالك مش موجود في الحسبه، يعني انت خارج المنافسه. يعني ما تتكلمش او ما حدش يطلع يتكلم ويقول ان نادي الزمالك ده اكبر قلعه ونادي الزمالك بينافس، لا انت كده بيقول لك انت بره حسبه المقارنه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وان كده دلوقتي ان الاهلي وبيراميدز هم افضل اثنين في الدوري المصري وافضل اثنين في افريقيا دلوقتي، والزمالك بره الحزب. ده كلام محمد ابو العز اللي بيقول، يعني حتى ما ذكرش نادي الزمالك واتكلم وقال ان نادي الزمالك ضمن الحزبه دي. دي حاجه غريبه جدا. ده واحد من ضمن الناس اللي في نادي الزمالك. اللي قدم شكوى بقى مين؟ اللي قدم شكوى لنادي الزمالك او على نادي الزمالك رؤى قال ايه؟ محمد اشرف رؤى يتقدم بشكوى ضد الزمالك في الفيفا للحصول على مستحقات الماليه المتاخره والتي تبلغ 5 مليون و800 الف جنيه. فعلا محمد اشرف رؤى عليه فلوس متاخره عند نادي الزمالك وقدم شكوى للفيفا ضد نادي الزمالك عشان خاطر الفلوس متاخره. رؤى اللي كان ناشئ الاهلي اصلا راح نادي الزمالك وكان بيلعب مع نادي الزمالك ومشوه ليه فلوس متاخره، طلب نادي الزمالك فيها، نادي الزمالك ما رضيش يعمل له اي حاجه، راح مقدم شكوى. يعني ده ما تستنى، يعني نادي الزمالك في دماغه ان اللي قدم شكوى اللعيبه الاجانب، لا هتلاقي لعيبه مصريه ليها فلوس برضه، ليها مستحقات وليها حاجات هي محتاجاها او ليها مستلزمات هي محتاجاها عند نادي الزمالك وعايزه فلوسها. فقدم شكوى بالفعل للفيفا ضد نادي الزمالك عشان يطالب فلوس متاخره. لا وكمان طلع مع الجماهير وقال تصريحات غريبه جدا. روى قال ان كان بيروح التمرين ما كانش بيلاقي ميه، وقال كمان ان جوميز كان بيدفع لهم حق او كان هو اللي بيشتري الميه عشان خاطر يشربوا فيه التمرين. فده تعرف ان اللجنه دي او اداره نادي الزمالك اداره فاشله، اداره وقعت نادي الزمالك حرفيا. المفروض بعد قرار النيابه العامه ده انت المفروض تقدم استقالتك وتشوف، لان انت كده هتتحاسب وهتطلع بشكل مش انت لحد دلوقتي ما ضفتش اي حاجه لنادي الزمالك. اذا كنت جبت لعيبه جبت اللعيبه قسط، جبتها شغل بمعنى صح، ما سددتش منها حاجه، وكل شويه بتلاقي لاعب يفسخ عقد من طرف واحد ويمشي تضطر تدفع له الفلوس. بتلاقي مثلا لاعب تاني عنده مستلزمات وبيطلب فلوس نادي الزمالك ما بترضوش تديها له، المدرب بيجي يقعد شهرين ثلاثه ويطلع على الفيفا يقدم شكوى. يعني انت ما بتسدش، ما عملتش اي منشات بتكون لك منها دخل لنادي الزمالك او تعمل لك اي حاجه لنادي الزمالك اللي انت تستفاد منها، فده حاجه مش كويسه جدا في نادي الزمالك. نيجي برضو للخبر اللي هو مين؟ اللي هو حامد حمدان هيجي النادي الاهلي ولا مش هيجي؟ فده حاجه غريبه. وجهه حامد حمدان اللي هو مين بقى اللي اتكلم عن الموضوع ده؟ ايهاب ابو الجرس اللي هو اصلا مدرب المنتخب الفلسطيني قال وجهت حامد حمدان في اللمسات الاخيره نحو الانتقال للنادي الجديد، انصح اللاعبين دائما بالاتجاه الى الطريق الذي يكون قيمه مصالحه المستقبل للاعب، وفي النهايه القرار بيكون للاعب. هو وجه اللاعب اتكلم مع حامد حمدان مدرب المنتخب الفلسطيني، اتكلم مع حامد حمدان وقال له انا بالنسبه لي هوجهك للطريق الصح والقرار في الاخر قرارك انت. الافضل طبعا لما شوبير قال طب هو مين النادي، فهو ما رضيش طبعا يقول النادي مين، بس الاقرب في الموضوع ده النادي الاهلي. بس ما تستناش او ما تستغربش لما تلاقي بيراميدز دخل في الصفقه، وبالفعل بيراميدز دخل في الصفقه، وبيراميدز عرضت على اللاعب مش النادي مبلغ اكبر من اللي عرضه النادي الاهلي. فهل حامد حمدان هيروح الاهلي او هيروح بيراميدز؟ لا، لان طبعا الزمالك عرضت قبل كده واتفقت مع بتروجيت ان اللاعب هيجي نادي الزمالك بكام؟ ب 20 مليون جنيه. طيب انت هتدفع 20 مليون جنيه فك القيد وبعد كده فكر في ال 20 مليون جنيه، يعني فك القيد الاول وبعد كده فكر ان انت تدفع للاعب، مفيش مشكله. دلوقتي مين اللي دخل؟ دخل البيراميدز في الموضوع وعرضت على اللاعب مبلغ اكبر،
يعني الاول كان 20 مليون، ممكن توصل لكام؟ توصل ل 25 مليون، توصل ل 30 مليون. ده لبيراميدز غير عقد اللاعب. فبيراميدز عرض على اللاعب ان اللاعب لسه برضه الاتفاق الاخير بين الانديه وبتروجيت، لسه ما فيش قرار نهائي في اللاعب، والقرار ده هيبقى فيه باللاعب بس. مدرب منتخب فلسطين قال انا وجهته للطريق الصح، وهو اللاعب اللي هيطلع. استنونا في فيديو جديد واخبار جديده. اهم حاجه اعمل اشتراك في القناه واعمل اللايك وفعل الجرس عشان اي فيديو ننزله على القناه يوصل لك اشعار بيه. استنونا في اخبار جديده.